كل ما له علاقة بسيارات فيات. إليك الكلمة عادل. صباح الخير زميلتي أحلام، صباح الخير مشاهدينا الكرام. بداية زميلتي أحلام، عيد سعيد ومبارك لك ولكل الجزائريين، وذلك ذكرى النصر، وهي التي تشهد على انطلاق مشهد جديد للجزائر، عيد النصر الذي ضحى من أجله 1.5 مليون شهيد. تزامنا مع هذا العيد تحتضن فندق الشيراتون موعد جد هام بالنسبة لكل الجزائريين، والذي يتمثل في الكشف عن علامة فيات للطرازات التي سيتم عرضها وأسعارها. ومن بين أهم الطرازات التي لحد الآن وصلتنا المعلومات حولها تتمثل في 6 سيارات، منها سياحية ومنها نفعية، من بينها سيارة فيات، من بينها طراز فيات وفيات إكس وفيات بينتو. بالنسبة للسيارات النفعية هي كل من طراز فيات سكودو تجارية، وكذلك طراز دوبلو، وكذلك طراز فيات دوكاتو. أسعارها ستتراوح لحد الآن وفق معلومات لقناة النهار ما بين 260 مليون دينار جزائري و400 مليون. أسعار سيارات فيات 500 ستبدأ بين 260 مليون فما فوق حسب مصادرنا إلى حد الآن. الحدث يعتبر جد هام بالنسبة لكل الجزائريين، ونحن حاليا نغطي ذلك الحدث من أجل الكشف عن الأسعار الحقيقية. ويتواجد حاليا كل من وزير الصناعة علي عون، وكذلك والي ولاية وهران، ووكيل المعتمد لفيات في الجزائر. جزيل شكر لك عادل غضبان على كل هذه التفاصيل. فقط حتى نعود ونذكر بالتحديد حسب المعلومات المتوفرة كما أشرت قبل قليل عن طرازات السيارات. على حسب المعلومات المتوفرة لحد الآن زميلاتي، السيارات هي 6 سيارات. هناك 3 سيارات نفعية، وهناك 3 سيارات سياحية، وكل من السيارات السياحية هي فيات وفيات سانسون وبينتو. أما السيارات التجارية فهي كل من دوبلو وسكودو. هذه هي السيارة. الأسعار ستتراوح ما بين 240 مليون دينار إلى 420 دينار جزائري. طيب هذه الأسعار متعلقة بسيارات فيات 500؟ فيات سيارات فيات 500 بالطبع. طيب جزيل شكر لك عادل غضبان. طبعا سنوافيكم بمعلومات أكثر زميلاتي سنوافيكم بمعلومات أكثر زميلتي بمجرد أن يتم الوكيل المعتمد لفيات بالجزائر الكشف الرسمي عن الأسعار. لحد الآن المعلومات المتوفرة هي وجود 6 سيارات، 3 نفعية و3 تجارية. طبعا عادل تغطيتنا المباشرة ستبقى